بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. احنا النهارده معانا فيديو جديد، ندخل كده في الفيديو بتاعنا على طول. زي ما انتم شايفين احنا ما احناش الصبح، لا ده احنا اخر النهار، يعني ده فيديو روتين بتاع اخر النهار. بعد المغرب كده قلت تاني يوم كنا هنعمل محشي، فقلت اعمله من بالليل علشان تاني يوم اليوم قصير وكده، وانت عارفين محشي الكرنب بياخد وقت كبير في اللف والتقطيع الكرنب والحشو وكل ده. فقلت اجهزه من بالليل واعمل كده روتين خفيف، مفيش اي ست بيت تستغنى عن الروتين ده. زي ما انتم شايفين احنا جايبين كرومبتين، فيهم كرومبه حلوه قوي والكرومبه التانية صغننه كده، ولقيتها مهروده يعني. اما جيت قطعتها لقيتها مهروده خالص، ما كانتش حلوه خالص. كان الاولانيه دي كانت حلوه معقوله يعني، بس صغيره. وبعدين كان عندنا فلفل اخضر، قلت لو الكرنب ده ما كفاش لانه لقيتها كرنبايه مهروده ومش حلوه، هكمل بالفلفل. المحشي المشكل اصلا بيبقى طعمه حلو قوي، بيدي ريحه حلوه، بالذات الفلفل لما بتحطيه مع محشي الورق العنب والكرنب الكوسه كده بيبقى ليه طعم حلو. وكمان بدي ريحه حلوه قوي كده، والمحشي بيستوي تلاقي ريحه يبقى معروف يعني، تجيب من اخر الشارع كده. فهنقطع الكرنبايه. الروتين بتاع بالليل ده بيبقى مهم جدا، يعني اللي انا عملته ده اي ست بيت تعمله، تقوم تاني يوم كده مرتاحه. سواء مثلا هتنضف طيور، هتسلق لحمه، هتعمل، بيبقى سهل ان المحشي بيبقى جاهز معاكي، يا دوب توليه عليه بس كده وتسيبيه يستوي براحته. خصوصا ان احنا بقى في الشتاء، كل سنه وانتم طيبين، والنهار قصير خالص. فالنهار ما بيكفيش ان الواحد الست البيت يعني تخلص كل الشغل بتاعها. انا بقول لكم اول بالفيديو ان احنا بالليل، قلت بقى بالليل واحنا قاعدين فاضيين كده اشتغل بقى حبه الروتين ده يعني، واصوره معاكم. فهنقطع الكرنبايه معاكم. انا بعمل المحشي ني، بيبقى خفيف وخفيف يعني في الطعم يعني، وفي نفس الوقت سهل جدا في العمايل. واحنا بنستمتع بيه كده يعني، احنا بنحبه بالشكل ده. بس ساعات برضو بسبك له وبعمل التسبيكه بقى اللي هي التخديعه بتاعه المحشي. بس مش كتير يعني، انا بحبه بالطريقه دي اكتر يعني. فهعمله كل حاجة في ني، لا هديله بقى تشويحة على البوتاجاز ولا أي حاجة. ده الرز أنا بقطع البصل قطع صغيرة، كل حاجة بقطعها قطع صغيرة، وما بدهاش تشويحة أو تسوية مثلا في الصلصة وكده، لا. أو البصل أنا بحب البصل اللي يكون كتير في المحشي، والخضرة اللي هي الشبت والبقدونس والكزبرة. الشبت والبقدونس والكزبره لما بيبقوا كتار في المحشي بيدوله ريحه حلوه قوي وطعم. البصل بيديله تسكيره حلوه قوي كمان. التوم برضو انا مقطعاه مع البصل. وساعات بدق التوم كده، بهرسه كده في الهون، او بالهراسه بتاعه التوم بهرسه. او زي ما انتم شايفين كميه الخضره معانا كويسه قوي، لان احنا بنحبه بالطريقه دي بيبقى حلو قوي. فالطريقه دي يعني ما حدش يقول لا احنا بنحب المحشي اللي هو معمول له تخديعه بقى عشان هو ده المحشي، لا جربي. يعني انا بقول لست البيت جربي الطريقه دي، يعني ممكن تعجبك وتقولي ايوه ده هو كده احسن بكتير. خصوصا الناس بقى اللي عندهم حموضه، المعده تعبانه كده، الطريقه دي بتبقى حلوه قوي قوي يعني. زي ما انتم شايفين انا بحط البهارات اهون. طبعا الكزبره الناشفه لازم احط منها كتير، بحط منها كتير. الشطه الحمراء، عندك بهارات محشي حطي برضو. حبه كمون صغيرين كده، حبه شطه زي ما قلت لكم، والملح. لازم نظبط الملح بتاع المحشي، عشان ما ينفعش بعد ما يستوي اللي مثلا دلع او كده، لا ما ينفعش طبعا. اه. ده الطماطم بقى، انا عملت شفشقين عصير طماطم. انا بحط الطماطم على ما اشوفه احمر يعني، ساعه ما الاقيه احمر كده واللون ده حلو عاجبني، فبروح معطش طماطم. حتى ما تيجي تسويه تلاقي الطماطم دي مش مسبكه، بتبقى خفيفه جدا جدا، مهما تاكلي من المحشي ما تقوليش لا انا خايفه من الحموضه او تقيل او كده. اه. فانا زي ما انتم شايفين انا بقلب الطماطم اللي هي عصير الطماطم بالخلطه اللي انا عملتها اهو. كل حاجه بقى متظبطه. في ناس بتحب تحط حبة زيت مثلا مع المحشي مع الخلطة، يعني تلف المحشي كده، بس أنا كده كده هحط عليه شوربة بط، فخلاص يعني بدل أحط عليه شوربة. ما ينفعش أحط زيت يعني، بلاش، احنا ما احناش عايزين يعني نتقل الأكلة تبقى دسمة قوي وتقيلة، وكمان الزيت غالي زي ما انتوا عارفين، واحنا كستات بيوت عايزين يعني الواحدة بتحاول يعني تلمها من أي جنب.
انا حطيت في ارضيه الحله اهو الورق الاخضر، طبعا غسلته وحطيته في ميه السلق، يعني شويه كده سلقته برده كده نص سلقه، وبفرشه في الارضيه. عايزه تحطي بصل حطي، طماطم، حبه خضره من اللي هي الشبت والبقدونس حطي برده. في برده ساعات بحط العيدان نفسها البيضه اللي هي بتاعه الكرنب، برده بتديله تسكيره حلوه قوي. بس انا خلاص قلت احط النهارده ورق الاخضر، كان زي ما انتم شايفين الكرومبه بتاعتنا كانت ورده كده مفتحه، فكان فيها الاخضر كتير، قلت احطه فين في ارضيه الحل. خلاص كده بقى هبدا بقى الفه، بعد ما يتلف بقى اهو. انا كده خلاص بقى بقول لكم انا هاخده بقى واقعد على الارض كده الف، لان طبعا ما ينفعش الف الكميه دي وانا واقفه، صعب جدا. زي ما قلت لكم اهو. فخلاص لفيناه، شوفوا الحله اتلفت في ثواني. انا لفيت الحله وحطيت كام واحده فلفل اخضر، برضو كان فايض معايا خلطه حشيتهم، جبت فلفل وحشيته كده. هناخد الحله بقى ونحطها في التلاجة عندنا من تحت، وتاني يوم ان شاء الله الصبح هنطلعها نولع عليه. اهو زي ما انتوا شايفين. هنرجع بقى للمطبخ بتاعنا عشان نروقه، لان بدل المحشي يعني زي ما انتوا شايفين الدنيا مكركبه فوق بعضها. هنبدأ بقى نروقه. قلب الكرنبايه ده انا ما برميهاش، يا اما اخلله يا اما اخليها اعمل به السلطه. فانا هخلي دي اعمل بها سلطه، او مع الكرنب الاحمر بتبقى سلطه حلوه قوي برضو، وهي نوع مختلف عن الطماطم. فهنبدأ بقى نروق المطبخ بتاعنا ده، كل حاجة هنحطها في مكانها. طبعا التنظيف بتاع الكرنب اللي هو الورق الأخضر بقى اللي طلع والعيدان وده كله، يا إما بنترمى يا إما لو في طيور أو حاجة بتحطله. دلوقتي بقى هندخل على جزء تاني من الروتين بتاعنا. احنا خلاص نظفنا المطبخ وبقى فله. دلوقتي بقى هندخل على الضرفة اللي موجودة في أي بيت. طبعا الضرفة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مفيش بيت في مصر إلا لما عنده الضرفة دي. كلنا كستات بيوت الضرفة دي يعني موجودة. البرطمانات اللي اي حاجة يجيلنا فيها تيجي في البرطمانات، العسل، المربى، حتى العلب البلاستيك اللي هي بتاعت الجبن وبتاعت الحلاوة وبتاعت كل ده، ما فيش ست بترمي البرطمانات دي. حتى لو هتتغسل ونحطها عندنا في الكراكيب برضو ما بنرميهاش، ما فيش ست يعني. احنا كده كستات بيوت يعني نستخسر ان احنا نرمي برطمان فاضي. فزي ما انتم شايفين الضرفة بقى فوق بعضها، لان طبعا دي ضرفة البهارات. انا بحط البهارات في ضرفة مقفولة، لان انتوا عارفين البهارات بالذات المطحونة تتحط في ضرفة مقفولة. في بتاع يعني واحد عطار اللي قال كده ان كل ما تتحط في ضرفة مقفولة ما تكونش معرضة للضوء ولا للشمس ولا للهواء، كل ما يبقى ريحتها فيها. فدي الضرفة دي زي ما انتوا شايفين فيها بقى كل حاجة، فيها الدقيق وفيها النشا وفيها البهارات وفيها الكربونات وفيها اي حاجة. بس طبعا في حاجات ما ينفعش تتحط فيها، لازم تتحط في التلاجة او في الفريزر، زي مثلا الحاجات اللي بنستخدمها في الحلويات كده، لا دي لازم نستخدمها تتعان في التلاجة في التلاجة او في الفريزر، يعني لو تقعد عندنا فترة في الفريزر. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم بقى حاجات كتير كده زي ما انتوا شايفين. دي الخلطة بتاعت البانيه اللي هي الخلطة المقرمشة، وعندنا البيكربونات، وطبعا برطمان البيكربونات عندنا مليان كده، اكتر حاجة عندنا يعني، لان الكربوناتو من الحاجات اللي بتستخدم في اي حاجة، في التنظيف وفي التلميع وفي الغسيل في كل حاجة. هي الضرفة فعلا مكركبة، لان يعني الواحد ايده فيها يوميا. وطبعا انا بنضفها النهارده التنظيف بقى اللي هو التنظيف العميق بقى اللي انا جايبه فيه من الاخر. اه طبعا الكيس ده فيه اكياس، الاكياس بتاعت التلاجة برضو. يعني الضرفة دي بتلم اي حاجة بتستخدم في المطبخ، بالذات في البهارات في المشروبات. فاض عندك حبة دقيق في كيس، حبة نشا في كيس، كيس بيكنج باودر، اي حاجة من اللي بتفيض مننا كستات بيوت. فهطلعهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، وابدا ارتب بقى كده كل حاجه مع بعضها. الحاجات الفاضيه اللي عندي المها، اللي انا بفضيه ده البهارات المشكله، انا بجيبها كده كيس من عند المعطر، اقول له مثلا هات لي ب10 ب20 بالكميه اللي انت حباها، تقول له هات بهارات مشكله. انا بروح جايباها واحمصها في الفرن واطحنها. بلم عليها بقى، بما ان انا هنضف الضرفه بقى قلت الم عليها كل حاجه. عندي حبه فلفل اسود، حبه كمون، حبه شطه، زي ما انتوا شايفين برضو عندي روزماري كنت جايباه لوحده كده، ببقى استخدمه في التتبيله. قلت احط بقى، ما انا هنضف الضرفه كلها،
اي حاجه عندي في الاكياس بحطها. حبه بتاع ورق لوري، اي حاجه. زي ما انتوا شايفين البرطمانات دي اي حاجه بتفيض بنروح حاطين في البرطمانات، خاصة بقى لو برطمانات ازاز بتبقى حلوة قوي قوي في الحاجات دي. انا بحب البرطمانات الازاز اكتر من البلاستيك، بس المتوفر عندي بحط فيه. يعني ما بوقفش بقى على حاجة معينة واقول لا لا، بلم. هي البرطمانات انضف من الاكياس وبتبقى محفوظة وبتبقي شايفاها. يعني الاكياس بتخلي ست البيت ما تاخدش بالها من كل حاجة عندها. عشان كده التنظيفة دي بتبقى مهمة، ان الواحدة بقى تلم الاكياس اللي عندها وتبدأ تفضي بقى كل اللي فيها تستخدمه عشان لما تيجي تجيب جديد. وفي حاجات برضو انا ما عندي، يعني ما هيش موجودة عندي خلصانة، زي القرفة الخشب، المستكة والحبهان، كل ده لسه هنجيبه بقى ان شاء الله. او ده الروزماري اللي قلت لكم عليه. وطبعا اكياس التلاجة يعني برضو بحطها في الضرفة دي. هبدأ بقى بعد ما نضفت بقى، وطبعا هلمعها يعني ده كله، وبلمع برضو البرطمانات قبل ما اعينها. هرجع ارصهم تاني في الضرفة بتاعتهم، كل حاجة احطها مكانها. وبكده انا اتخلصت من اي حاجة زيادات عندي وانا مش واخدة بالي منها في الاكياس. برجع بقى اظبطها تاني وارجع كل حاجة مكانها. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة، واشوفكم بفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.